عارفين مين القديسة اللي ظهرت لها أمنا العذراء والقديسة إليصابات علشان يشجعوها على الاستشهاد؟ قديستنا هي القديسة تكلة وأخوها القديس إيسي. هما اتولدوا في أبو صير تبع المركز الوسطى محافظة بني سويف. كانوا أغنياء جدا ومحبين للعطاء. في يوم كان مسافر القديس إيسي علشان يقابل صديقه في اسكندرية في الوقت اللي كان موجود القديس ماري بكتور، ولما عرف قديسنا قرر هو كمان يعلن إيمانه قدام الوالي. في نفس الوقت ظهر الملاك لأخته وقال لها تسافر لهناك، وهي مسافرة ظهرت لها أمنا العذراء والقديسة إليصابات. أمنا العذراء قالت لها كان عندي ابن صلبوه حسدا، والقديسة إليصابات قالت لها كان عندي ابن قطع راسه ظلما. ولما وصلت الإسكندرية اعترفت بالمسيح، وقام الوالي بتعذيبهم بالهمبازين وبالحرب، وبعدها سلمهم لوالي منطقة الخصوص علشان ياخدهم للصعيد. مشت المركب شوية وتوقفت عن السير، أمر الوالي بقطع راسهم هما الاتنين، ألقى بأجسادهم بين الشوك والحلف. ربنا أوحى للقديس مكاريوس ياخد أجسادهم ويدفنها بإكرام. بتعيد كنيستنا بعيد استشهادهم يوم 8 من شهر كياك. بركتهم وشفاعتهم فلتكن معنا ومعكم آمين.